لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أول رد ناري من محمد بن سلمان بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد مقابلته. في الفترة الأخيرة رفض الرئيس قيس سعيد زيارة السعودية بعد الاتفاق بزيارة مؤخرا بسبب الأحداث الأخيرة في الدول العربية حيث أن الرئيس قيس سعيد استقبل آخر مرة وزير الخارجية السعودي بقصر قرطاج الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وفق بلاغ رسمي عن رئاسة الجمهورية. فقد استهل هذا اللقاء بالتذكير بعمق الروابط التاريخية من الشعبين الشقيقين مستعرضا عديد المحطات التاريخية التي شهدتها العلاقات بين البلدين قبل الاستقلال وأسره. إضافة إلى ذلك تم التعرض إلى واقع التعاون بين البلدين والرغبة الموحدة في مزيد من تعزيز وتنميته في كافة المجالات والحرص على تذليل كافة الصعوبات والعمل على تجاوزها من أجل إنجاز مختلف مشاريع التعاون القائمة في أسرع الأوقات. ومن وجهة أخرى أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الوضع الدقيق الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية هو بمثابة سايكس بيو جديد في المنطقة. فبعد أن تم تقسيم الأمة إلى مجموعة من الدول تسعى الحركة الصهيونية اليوم إلى القضاء على وجود الدول ذاتها، ولا بد أن تزيد الجهود من أجل إحباط هذا المخطط الإجرامي. وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على موقف الشعب التونسي من دعم الشعب السعودي وعن رفض المقابلة من قيس سعيد، حيث قرر قيس سعيد تأجيل زيارته للسعودية إلى حين انتهاء الأحداث الأخيرة، حيث تمنى للشعب السعودي أن يكون دائما بأمان بسبب علاقته مع الشعب السعودي الآمنة.